ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا الوصفه الجميله دي. هنعمل المره دي سجق ومعاه شويه مكرونه كده بالصلصه من غير ما نسلق مكرونه. اسهل واسرع وصفه مكرونه اصلا ممكن تعملوها. والسجق كمان سهل جدا وسريع، مش هياخد منه وقت خالص، وبيطلع طعمه لذيذ جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كده مليان صوص وجوسي قوي، وطعمه خطير جدا بجد. لو جربتوه ان شاء الله هيعجبكم. بس لو اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. بصوا بقى، كمان بوريكم دلوقتي المكرونة وجمالها. بجد دي اكتر مكرونة انا اصلا بحب اعملها، وكمان تنفع قوي للناس المبتدئة اللي بتحس ان المكرونة دايما تبوظ منها او مش عارفة تظبط المكرونة بالصلصة. دي مكرونة سريعة جدا من غير ما نسلق مكرونة. وبصوا بقى جوسي ازاي ولذيذة ومستوية ومش معجنة، والواحدة بوحدتها كده. بصوا الجمال. اول حاجة بقى هنعمل السجق. تعالوا بقى اقول لكم عملت ايه. اول حاجه في طاسه سخنه كده خالص حطيت شويه زيت ومعلقه كبيره من الزبده. زي ما انتم شايفين كده النار طبعا سخنه جدا. هبدا انزل بقى بمعلقتين كبار من الثوم المفروم، وهشوح فيهم كده شويه. اول ما الثوم كده يبدا يعني ايه يتشوح شويه كده ولونه يتغير سنه، هبدا انزل بالسجق بتاعي. هحط كام واحده سجق كده. دي بس الخطوة دي هعملها أول مرة بس، يعني أول حبة سجق دول بس اللي هعمل فيهم كده. بعد كده باقي كمية السجق هقليها في الزيت عادي خالص. بس أنا أول حبة سجق هعمل فيهم كده، عشان عايزة النكهة بتاعتهم والطعم بتاعهم ينزل في التوم المفروم. والثوم المفروم ده انا اصلا هستخدمه في باقي الخلطه بتاعه السجق. فعشان كده انا عملت الخطوه دي بس عشان انزل طعم السجق والنكهه بتاعته جوه الثوم المفروم. لكن باقي كميه السجق هنقليها عادي في زيت عادي جدا. بس بقى هقعد اقلب كده من حين لاخر لحد ما السجق ياخد لون كده ويتحمر معايا. لو حسيت ان الزيت بدأ يقل شويه احط حبه صغيرين خالص. بصوا بقى الجمال. بصوا السجق يعني لا اخد لون كده، تحمير حلو قوي. كده انا اموري تمام. هبدأ اطلعه بقى على طبق فيه طبعا مناديل عشان تتشرب الزيت. بصوا لون الثوم بقى جميل ازاي، لونه كده ايه ذهبي حلو قوي كده، ذهبي غامق حلو. هستغل بقى الثوم المفروم الجميل ده اللي فيه طعم السجق، وهنزل بقى بالبصل اللي مقطعاه حلقات كده بالمنظر ده لحد ما بص البصل ياخد برضو لون ذهبي معايا كده. هتفرق قوي الكلام ده في النكهات جدا وفي الطعم. بعد كده هنزل بالفلفل الالوان بتاعي لحد برضو ما يدبل شوية. هنقلب كده من حين لاخر لحد ما بس ايه الفلفل الالوان يبدأ يدبل شوية. كده الفلفل بدأ يدبل شوية، الفلفل الالوان بدأ يدبل شوية. هنزل بصلصة الطماطم. حطيت معلقتين كبار من صلصة الطماطم وقلبت كويس. بصوا بقى الجمال لما الحاجات بقى قعدت على النار شوية ونزلت الصوص بتاعها. بعد كده هسيب الخلطة على النار كده شوية. بعد كده هقلي بقى زي ما قلت لكم باقي كمية السجق في زيت عادي خالص، طاسة سخنة فيها شوية زيت. نفس الطاسة اللي عملت فيها الخلطة. بعد ما سبتها شوية كده تاخد وتدي على النار شلتها في طبق، واستخدمت نفس الطاسة في ان انا اكمل قلي السجق بتاعي، عشان برضو ما نستهلكش مواعين كتير والموضوع يبقى متعب يعني. هنشتغل كله في نفس الطاسة كده. هكمل بقى قلي الباقي كمية السجق بتاعتي. يعني زي ما قلت لكم هي خطوة التوم دي بس عملتها في اول حبة سجق بس عشان انا استفيد بالنكهة والطعم بتاع السجق في الخلطة.
بصوا بقى الجمال لما بياخد لون بيبقى شكله خطير ازاي. وهنطلعه برضو على طبق فيه مناديل، واكمل برضو لقلي الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد كده هطلع باقي كمية السجق برضو على نفس الطبق كده. بعدين هنجيب اكبر حلة عندنا تكون كده واسعة وحلوة، وهنزل بالخلطة اللي عملناها من شوية من غير ما اضيف اي مادة دهنية او اي حاجة. هنعتمد على المادة الدهنية والصوص اللي موجود في الخلطة. هنسيبها شوية على النار كده بس تسخن تاني وتنزل الصوص بتاعها. ولو ركزتوا كده هتلاقوا الصوص بدأ يغلي من تحت. بصوا كده لو ركزتوا هتلاقوا الموضوع ايه، الصوص بدأ يغلي، فكده احنا تمام. نبدأ ننزل بقى بالملح والفلفل الاسود، معلقتين صغيرين من الملح، معلقتين صغيرين من الفلفل الاسود، ومعلقتين صغيرين من البابريكا. وهنقلب الخلطة كويس خالص كده. بعد كده هنزل بالسجق بتاعي وهقلب بقى كويس خالص كده. بصوا الجمال. هنسيبه طبعا شوية على النار ياخد ويدي مع الخلطة كده. وهنضيف بس نص كوباية مية او ربع كوباية مية كمان، مش نص كوباية مية. إيه بس ايه تدينا صوص كده من تحت، بيفرق قوي في الطعم وكمان بيبقى حلو قوي في اثناء الاكل. كده خلصنا السجق، بقى هنبدأ نعمل المكرونة اللي من غير سلق. جميلة جدا. اول حاجة في حلة سخنة هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة ومعاها شوية زيت صغيرين خالص. بعد كده هنزل بكيس المكرونة، اي نوع مكرونة طبعا او اي شكل مكرونة ما عدا المكرونة السباكيتي ينفع في الوصفة دي يعني. وهقلب بقى من حين لاخر كده بصفة شبه مستمرة يعني لحد ما المكرونة تبدأ تاخد لون ذهبي كده معايا. طبعا مش كلها بس معظمها زي ما انتم شايفين كده، حاولت اوريكم بس من قريب. معظم المكرونة بقت لونها ذهبي كده، اعرف ان انا تمام. هبدأ انزل بالملح والفلفل الاسود. هضيف معلقتين صغيرين من الملح ومعلقتين صغيرين من الفلفل الاسود ونقلب كده كويس خالص. بعد كده هنزل بصلصة الطماطم. ضفت مع 3 معالق كبيرة من صلصة الطماطم. بلاش عصير الطماطم عشان المكرونة ما تعجنش مننا، لان احنا يعني لسه هنحط مية مغلية وكده، فمش عايزين نسبة المية تزيد قوي والمكرونة تعجن. بعد كده هنزل بقى بالمية المغلية زي ما انتم شايفين كده لحد بس ما نغطي وش المكرونة كده، يعني المكرونة تتغطى كده زي ما انتم شايفين كده. واديها تقليبة كده واسيبها على نار متوسطة لمدة بالظبط 10 دقايق او اقل كمان، 7 دقايق بالظبط هتكون مظبوطة ولذيذة معاكم جدا. لان هي بعد ال10 دقايق بتعجن، ف10 دقايق او اقل كمان هي بالظبط بتاخد 8 دقايق وهتلاقوها استوت وجميلة جدا معاكم. بصوا بقى بوريكم تاني السجق منظره جميل ازاي. وبس كده الوصفة خلصت، واتمنى تكون عجبتكم و... وتكون مشاهدة ممتعة يا رب. وشكرا جدا مشاهدتكم تابعتكم، واتمنى ان انتوا تاخدوا لفة في القناة كده وتتفرجوا على كل الافكار والوصفات اللي بقدمها. كلها وصفات سهلة وسريعة وبسيطة، وشكرا جدا ليكم.